السلام عليكم. سألت أبي عن شح السماء وصلاة الاستسقاء فأجابني والحسرة بادية في عينه. هذا أمر الله، لكن أين هم الصالحون لأجل صلاة الاستسقاء؟ أردت إدخال الفرح عليه فقلت له: ما رأيك يا أبي في اقتراح نخبة من الصالحين لهذه الصلاة؟ غيكون الإمام هو أكثرنا تدينا سيدنا وهب. نحن أقرب إلى الله من الآخرين، أرادوها أم لم يريدوها. الذي يسر على السكارى وضيق على المظلومين ونصر الظالمين. غنوريو طريقة الصلاة وغيكون هو هذا، ونديروا المسمع من خلفه سيد البكائين والخاشعين الذي إذا حدث صدق سيدنا بن كيران. وفي الصف الأول الراسخون في العلم، إذا رأيت وجوههم أحسست بالطمأنينة والوقار. سيدنا أخنوش وأعضاء حزبه الزاهدون، وسيدنا توفيق وزواياه وأضرحته، والمتصوفين أصحابه، وباقي أعضاء الحكومة المتقين، وسيد المتنورين والصادق سيدنا عاصم. وفي الصف الثاني سيضم حراس المعبد أعضاء البرلمان الذي نشهد لهم بنقاء الذمة وكرشهم قيام الحرم. وفي الصف الثالث غيكون دراويش هذه الأمة، ممثلين ومغنيين ولاعبين ومهرجين. وفي الصف الرابع سيكون صفوة المؤمنين الذين لا ترد لهم دعوة كالرمداني وسلام الناجي ورؤساء الأحزاب ورؤساء الجماعات والمرتشين من رجال الدولة ومشاهير التيك توك المؤثرين. ولا بأس بالجمع بين الرجال والنساء في هذه الصلاة، فالحكومة هنا ومع حراس المعبد سيشرعون رخصة الاختلاط. وفي الصف الخامس سيكون التافهون المشهود لهم بقيام الليل في الموازين وغيرهم من المهرجانات والسهرات. وإياكم أن تحضروا مثل هذا الشخص، لأنني سمعت أن الكثير من الشباب قد التزموا على يديه. ولا هؤلاء، لأنهم يدعون إلى الحق والرشد والصلاح. إياكم أن تحضروهم لهذه الصلاة. فقاطعني أبي مبتسما وقال: حسبك أيتها المشاغبة، يكفي تلك الصفوف الأولى التي ذكرت من الصالحين ليسلط الله علينا طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فعلا صدقت يا أبي، أين هم الصالحون من بين هذه العصابة التي أكلت الأخضر واليابس؟ البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، والسلام عليكم.